احسن حاجه تقدر دير في حياتك هي تشوف راسك واش انت هو اللي باغي تكون، واش فيك شي حاجه اللي غادي تخليك توصل، واش فيك شي حاجه اللي مخلياك في بلاصتك. حتى حد ما تزاد فينا معلم، حتى حد ما تزاد ولقاها كيف بغاها. ولكن كيبقى السؤال هو واش حاولتي تبدل راسك؟ واش امنتي باللي تقدر تكون انسان اللي بغيتي تكون؟ عاداتك اليوميه تساوي مستقبلك. العادات اللي كدير في النهار ديالك هما اللي يحددوا المستقبل ديالك. اجي نعرفوا شنو هو هذا الشيء وكيفاش نبدلوا العادات ديالنا الافضل. مستر بن العجز سمعت هذا المصطلح مزيان. العجز هو اللي خارج على 90% ديال الناس كيبغيو يديروا شي حوايج ولكن ما كيقدروش، كيأجلوا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. هذا هو السبب الوحيد اللي كيخلي بزاف ديال الناس في بلاصه، هذا هو السبب الوحيد اللي كيخلي اي واحد قادر ما يدير حتى شي حاجه، ما عارف شنو يدير، كيبغي يدير شي حاجه ولكن ما كيقدرش، كيحاول ولكن ما كيقدرش. هاد العاده ديال العجز هي واحد العاده اللي خايبه بزاف. اول حاجه خصك دير باش تحيدها هو انك كيما تبغي دير شي حاجه خاصك تغلب على النفس ديالك. بغيت ندير هاد الحاجه كنوض وكنمشي كندير هذيك الحاجه، ما كنخليش العقل ديالي يتحكم فيا، ما كنخليش المشاعر ديالي في هذاك الوقت تحكم فيا. ولا بقينا مقابلين العجز راه غتبقى حياتك كامله وانت عجزان، العام عامين 3 سنين 4 سنين انت غتلقى راسك بديتي كتكبر ومازال عجزان وما قادر دير والو. خاصك تعرف انك لما تحكمتيش في راسك وما كنتيش قادر على راسك وتحمل المسؤوليه ديال حياتك كامله راه ما تقدر دير والو. كيبقاو غير احلام، مجرد احلام في العقل ديالك اللي مستحيل يتحققوا لما بدلتيش العادات ديالك الخايبين اللي خارجين عليك وانت تقدر تكون ما عارفش شنو هو السبب اللي مخليك في بلاصتك. العاده الخايبه الثانيه هو انك كتضيع الوقت بزاف، كتخسر داك الوقت اللي في بلاصتك انك تمشي تستافد منه، تعلم فيه وتقرا فيه. ولكن انت شنو كدير؟ كتبقى شاد فيسبوك انستغرام، كتبقى تشوف هذا وتشوف هادي وتبقى تسكرولي، وهكا كتضيع النهار ديالك كامل في بلاصه ما انك تمشي تقرا وتتعلم مهارات جداد، تدخل تبحث على المجالات اللي تقدر تدخل بهم العلاقه ديال بصح. هاد العاده هذه حتى هي مدمره بزاف للدماغ ديالك وحتى الجسم ديالك، تقدر تكون السبب اللي دوينا عليه الاولاني اللي هو العجز. حاول انك تبدل هادشي كامل اللي قلت لك. كتضيع في الوقت، ما كتاكلش ماكله صحيه، ما كترينيش، ما كدير والو، تقريبا يوميا كتعاود نفس الروتين، نفس الحوايج كيتعاودوا يوميا. في نظرك واش هادو عادات زوينه؟ واش هادو عادات اللي غادي يخليوك راجل وغادي يخليوك انسان قادر تحقق اي حاجه في حياتك، قادر توصل لاي حاجه، قادر تبدع، قادر تعطي؟ هادشي ما مسلكش، هادشي عمرو كان مسلك. خاصك تعرف اخويا ولا اختي ان العادات ديالك، العادات اليوميه ديالك كتساوي المستقبل ديالك. حاول تبدلهم بحوايج زوينه. كاينين شي ناس ما عاطينش اهميه لهذا الشيء ديال العادات، ما عاطينش اهميه للعادات، لان العادات هما اللي كيغيروا من الانسان لانسان افضل، هما اللي كيغيروا من الانسان لانسان قادر يصنع بزاف، قادر يعطي بزاف، قادر يحقق كاع الاحلام ديالو. الا بقيتي في بلاصتك ما كاينش اللي غادي يعقل عليك وما كاينش اللي غيعتبرك واش حي ولا ميت. عندك حلم، عندك اهداف في حياتك، خصك تكون موجد لاي حاجه. ما خصكش تكون انسان معكاز، انسان كيضيع الوقت، انسان كيدير حوايج خايبين، كيبقى غادي على ميم سيستم في حياته كامله. واش في نظرك هذا هو الحل اللي غادي يخليك توصل؟ انت براسك راه عارف ماشي هذا هو الحل. انت راه براسك عارف انك كدير حوايج خايبين وكتكمل عليهم. علاش؟ حيت كتلقى الراحه ديالك فيهم. ماشي هذه هي الراحه، الراحه هي انك تنوض وتواجه هادشي. الراحه هي كتنوض وتحيد منك العجز. راه باش توصل راه ماشي صعيبه وماشي سهله في نفس الوقت. راه انت اللي خاصك تعرف كيفاش تكونترولي راسك، راك انت اللي خاصك تعرف كيفاش تواجه الحياه، كيفاش تواجه المخاوف ديالك وكيفاش تواجه اي حاجه فيك خايبه. انت راه يقدر يكون العادات ديالك خايبين وكل شيء فيك خايب، ولكن هادشي راه ما غاديش يبقى الا انت حاولتي وطبقتي هادشي اللي كنقول لك. بدل العادات ديالك، العادات اللي ما كيفيدوك في والو في نهارك، كتبقى ناعس النهار كامل، كتسكرولي النهار كامل. هنا خاصك تعرف انك خاصك تبدل هادشي هذا باش تبدل انت. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صدق الله العظيم. تبدل خاصك تبدل فيك داكشي اللي كاين لداخل. انا عارف هاد الهضره هادي غادي تقدر تقيسك وتقدر ما تقيسكش، ولكن انا الهدف ديالي هو نوصل لك الميساج بطريقه ديالي الخاصه. ماشي غندير فيديو غنبقى نقول لك السؤال الاول السؤال الثاني ولا السؤال الثالث اش خاصك دير اش خاصك دير اش خاصك دير. لا، انا كنجي كنعطيك هضره ملخصه من الاخر، كنجيك من الاخر ها شنو خاصك دير ها شنو خاصك دير.
كيف ما قلت لك اعتمدت على جوج ديال العوامل، هو العجز وتضييع الوقت، لان هاد الجوج هما اللي عندهم دور كبير في حياتك، هما اللي فيهم بزاف ديال الحوايج داخلين فيهم. الا حاولتي تتغلب على هادشي وتغلبتي عليه بالطريقه ديالك، ثق بيا غتغلب على هاد العادات وغادا تشوف نتائج ديالك من الشهر الاول. حاول تثقف راسك، حاول تنوض تريني، حاول تاكل ماكله صحيه، حاول تنظم وقتك، حاول انك ما تبقاش تضيع الوقت، حاول تتعلم، حاول تطور من راسك، حاول تقلب على مجالات تعلمهم، لان هادشي يقدر ينفعك. وما تعتمدش بزاف على المدرسه، لان المدرسه ما عندها باش تفيدك في حياتك. قرا ماشي ما تقراش، ولكن ما تعولش عليها. كان هذا فيديو ديالي خصيصا، شكرا لكم على 1000 متابع. لهادشي غير البدايه، وان شاء الله غادي يكونوا بزاف ديال الحوايج جايين من القدام واعرين. وما تنساش التغيير كيجي منك انت.